السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أم عمر في المطبخ. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم فطاير محشية هشة زي القطن، جميلة جدا وبأشكال حلوة. إن شاء الله هتعجبكم وتعجب الولاد، يروحوا بيها المدرسة أو يفطروا بيها كده الصبح مع كوباية شاي بلبن. حاجة في منتهى الجمال، طعم وريحة، حاجة خرافة بصراحة. يلا نسمي بالله ونقول معانا المقادير، بس تابع معايا الفيديو للآخر وياريت ما تنسيش تحط اللايك. جبت هنا كوباية لبن تكون دافية كده يعني زي دمعة العين، وحطيت عليها 4 معالق من السكر، 4 معالق كبيرة او نص كوباية، وحطيت معلقة كبيرة من الخميرة، ودول 4 معالق من الدقيق او 5، على زي ما تبقى العجينة سايلة معاكي بالشكل ده زي عجينة الكريب كده. ودي بقى احنا هنا بنربي خميرة للعجين. سبتها حوالي 5 دقايق ورجعت لها لقيتها عملت فوم بالشكل ده. بصراحة الخطوة دي بتخلي العجينة معاكي هشة وقطنية كده وخفيفة في منتهى الجمال. هنا دي بياض بيضة، خدت الصفارة لوحديها اقول لكم هنعمل بيها ايه. ودي بياض بيضة بس ايه للأسف نزل فيها شوية كده من الصفارة، فمفيش اي مشكلة. حطيت ظرفين من الفانيليا، معلقة كبيرة من الخل، ربع كوباية زيت ناقص معلقتين كبار، لو بالميزان هتبقى 40 جرام، وحطيت معلقة صغيرة من الملح، وحطيت كوباية مية 200 ملي. نقلب كله ده مع بعضيه. وهقول لكم برضو على البدائل اللي تنفع في العجين. وده كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، دقيق سايب عادي. نقلب بس كده الاول بالمعلقة، وبعد كده نعجن بايدينا زي ما احنا متعودين ان اي عجينة عايزاها تطلع هشة وقطنية وخفيفة اعجني فيها كويس. هنا بقى هعجن بايدي، لازم تعجني كويس جدا. دي تاني كوباية مية، احنا حاطين كوباية لبن واقل من ربع كوباية زيت، فخلي بالك برضو من السوائل دي. الكوباية دي نزليها بحذر كده بالراحة شوية شوية. ممكن بقى بدل اللبن ممكن يكون علبة زبادي، ممكن تتعمل بمية، مفيش اي مشكلة. لو عندك لبن رايب، لو عندك لبن يعني قطع، ما ترموهوش، اعجني بيه بس اضربيه الاول في الخلاط ينعم معاك عشان ما يخرصش منك في العجين، واستخدميه عادي. هنا فضلت اعجن في العجينه طبعا واريحها دقيقتين، اعجن فيها واريحها، يعني ريحتها حوالي مرتين كده بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وجبت هنا زبده، ممكن سمنه بلدي، ممكن سمنه بقري، جاموسي، اللي تعجبك واللي متاحه عندك اعملي بيها. دي معلقه ونص كبيره، لو بالميزان هتبقى 35 جرام. فضلت اعجن فيها طبعا لغايه ما توهت السمنه كده قطعت معايا، وفضلت اعجن فيها تاني لغايه ما اتعجنت ونعمت معايا بالشكل ده. هنا بقى هنحشيها عجوة، عايزة تحشيها ملبن براحتك، عايزة تعمليها سادة برضو هتنفع. هنا بقى دي عجوة بلدي كده حلوة. لو هتجيبي عجوة اللي هي القوالب دي فبتبقى ناشفة شوي، فممكن تحطي عليها معلقتين من السمنة البلدي وتعجنيها كده، هتضطر معاكي وتبقى جميلة. هنا انا بس بمسح ايدي بمسحة بسيطة من الزيت عشان العجوة بتلزق في ايدي، وبكورها بالشكل ده، تبقى الكورة قد البيضة كده زي ما انتوا شايفين. جهزتها هنا لغايه ما العجينه خمرت معايا. العجينه ما شاء الله ما خدش معايا وقت خالص، يعني بكتير وتلت ساعه ولقيتها خمرانه بالشكل ده. لازم نهبط الخمر بقى اللي فيها كويس. ان شاء الله هتعمليها وهتعجبك جدا جدا، وتحفظي الوصفه دي عندك، وحاجه كده في منتهى الجمال، والولاد هيفرحوا بالاشكال اللي هتعمليها جدا. هنا بقى بمسح ايدي بس مسحه من الزيت علشان العجينه ما تلزقش في ايدي. وبعمل الكورة 80 جرام بالميزان، لو هتعمليها على ايدك قد البيضة ونص كده، لو هتعمليها يعني قد 80 جرام. عايزة تصغريها تبقى 50 جرام مفيش مشكلة زي ما انت عايزة، دي حاجة ترجع لك انت. فهنا بقى هكور الكمية كلها كده واغطيها واسيبها ايه ترتاح معانا، علشان الوش بتاعها بس ايه ما يعملش قشر. هنا بقى جبت كيس بلاستيك نظيف كده، واحط فيه العجوة وافردها، يعني اعملها ايه على شكل دايرة كده. انت لو عملتيها بايدك هتتفرد برضو، بس انا عشان انجز في الوقت فجبت النشاب وجبت الكيس. هنا بقى العجينة كانت ارتاحت معايا،
قربت لكم الكاميرا عشان تشوفوا الخطوات معايا مظبوط. نجيب اول واحدة خمرناها، يعني اول واحدة قطعناها، وافردي فيها كده على شكل دايرة، اعمليها شكل بيضاوي كده. العجينة ما شاء الله مرتاحة معاكي وخمرانة كويس ومخدومة كويس في العجين، فهتمشي معاكي زي السكينة في الحلاوة. هنا بقى العجوة عملتها اهي، نقسمها بقى نصين، ناخد نص دايرة كده منها ونحطها في النص كده، ونجيب الجنب ده على ده زي ما انتوا شايفين كده، وموضحه قدامكم في الكاميرا. بس ضغط عليها من النص عشان لو فيه اي هوا يطلع. هنا بقى هاجي من النص كده واقطعها قطعتين، واجيب الجوانب الجنب ده على الجنب ده، واعملها كده شكل فيونك. شوفوا جميلة ازاي، شكلها بصراحة يفتح النفس وحلوة قوي، وهتفرح الولاد وتفرح الجميع بصراحة. نعمل واحدة تاني. ما شاء الله العجينة ناعمة معايا جدا ومخدومة كويس. ناخد باقي العجوة نحطها كده، قفلي اهم حاجة قفلي الجوانب دي بالشكل ده، واضغطي عليها ضغطة كده علشان لو في اي هوا من جوه يطلع، عشان ما تلاقيهاش قبة كده من النص. وجبنا الجنب ده على الجنب ده، واللي في النص دي خدناها لورا. شوفوا الجمال والحلاوة. هكمل انا بقى الكمية كلها بالشكل ده. هنا بقى فردت واحدة تاني من العجوة، بس عشان اخلي وشها يعني اخلي العجوة كده دايرة، بظبطها كده من الجوانب بالسكينة، واجي اسمها من النص. هعمل معاكم واحدة تاني، سهلة جدا وبسيطة ومفيش اسهل من كده بصراحة. وياريت بقى لو وصلتي معايا في الفيديو لغاية هنا ما تنسنيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس وتدوس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله. والله سهلة جدا. هنا بقى نعمل شكل تاني. انا فردت العجينة كده، نلمها بقى بالشكل ده، لميتها على بعضيها كده، ونفردها بقى ونبططها كده ونسويها. هنا ده شكل جديد كمان، جبت المقص هنقصقصها كلها بالشكل ده، بتاخدي وتلفي كده للجنب كده. ايوه زي ما انتوا شايفين كده. ده شكل تاني هيطلع جميل جدا. انا خلصت الكمية كلها، ودي صفارة بتاع البيضة. احنا خدنا البيض في العجين، ودي الصفارة حطيت عليها حوالي 3 معالق من اللبن. ده لو عايزة تدهني الوش، مش عايزة تدهنيه مفيش اي مشكلة. ده بيدي لمعة كده، وان شاء الله مش هتلاقي فيه اي ريحة زفارة. حطيت معاه باكو من الفانيليا، وهجيب كمان معلقة صغيرة من الخل، كده هتضيعي ريحة اي زفارة. يعني لبن وفانيليا وخل، مش هتلاقي فيها زفارة خالص. دي معلقة صغيرة من الخل اهي. ما شاء الله العجين اول صاج عملته، عقبال ما خلصت الباقيين كان اول صاج اختمر معايا بالشكل ده. فانا شغلت بقى الفرن على اعلى درجة، ويخش على الرف اللي في النص. بس وانتي بتدهنيه كده بالراحة خالص، امشي عليه بالراحة خالص بالدهان ده، علشان ايه ما تفشيش الخمر بتاعه. كنت مشغلة بقى الفرن على اعلى درجة، يخش على الشبكة في النص. تابعيه. لقيت الوش لسه مخدش لون، ولعي الشواية كده حوالي دقيقتين، هياخد لون معاكي، هيطلع زي الفل. اول ما يطلع غطيه على طول باي فوطة كده نضيفة معاكي، غطيه هتلاقيه طرى ورجع زي اكنك سفنجة ماسكاها في ايدك. ادخله بقى الفرن. هنا بعد ما طلع معايا وبرد خالص، شوفوا هش قد ايه. هو بس هتلاقي لازق حاجات بسيطة من الدهان اللي احنا دهناه. لو مش عايزة تدهنيه مفيش اي مشكلة، لو ما دهنتوش مش هيلزق منك خالص. شوفوا الجمال والحلاوة، الفيونكات بتاعتنا تطلع ما شاء الله، شكلها يفتح النفس، والطعم والريحة تحفة. هي بس لازقة من الدهان اللي احنا دهناه. شوفوا قطنية قد ايه يا جماعة، والله حاجة في منتهى الجمال. وهنا دي الوردات برضو اللي عملتها معاكم اهي. هو بيتكلم عن نفسه. ربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله، ويا رب الفيديو ينال اعجابكم باذن الله.
هنا طبعا انا خلصت سويت الكمية كلها اهي، وبعد ما بردت معايا شوفوا ما شاء الله هشة قد ايه، والعجوة ملياها. هفتح لكم واحدة كمان، شوفوا ما شاء الله حاجة في منتهى الجمال، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. ويا ريت الفيديو لو كان عجبكم يا ريت ما تنسونيش بقى في اللايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.